بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. برشا ناس يحرموا قول يا رسول الله أو يا محمد، وثم ناس أخرين يكفروا اللي يقول هذا والعياذ بالله. والزوز غالطين، وهاو باش ننبهوا علاش، وهاو باش نبينوا علاش. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى دعاء الحاجة اللي هو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسمي الواحد حاجته. وهالحديث رواه الحافظ الطبراني، وهالكتاب اللي هو المعجم الكبير رواه فيه الإمام الطبراني أحاديث كثيرة، وما قال على حتى حديث إنه صحيح إلا على هالحديث قال والحديث صحيح. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمش الكفر ولا الحرام. وزيد على هذا ورد في تاريخ محمد بن جرير الطبري وفي كتاب البداية والنهاية لابن كثير أن الصحابة في حربهم ضد مسيلمة الكذاب كان شعارهم يا محمداه. والناس في بلادنا يقولوا هالكلام بوعجد، لا بل ويزيد بعضهم يقول يا محرز ويا بالحسن. والناس في بلادنا ما هماش كفار. ثم أنه ابن تيمية عنده كتاب سماه الكلم الطيب، يذكر فيه ما يستحب ما قوله في الصباح وفي العشية، وأورد باب كامل في هالأمور هذه، قال يجوز قول يا محمد. ونقولوا للناس اللي حرموا هالكلام هذا كان ياخذوا بكلام أهل السنة والجماعة، أراوا ما فيهم ولا واحد حرم هذا الشيء. وإذا كان ياخذوا بكلام ابن تيمية فنقول لهم راه هو بيدو قال يستحسن هذا الكلام. هذا وبالله التوفيق.